السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده 5 من ذو الحجه، يعني 4 ايام ان شاء الله ويهل علينا كده العيد. يا رب ربنا يجعله عيد سعيد على الجميع يا رب، وان شاء الله السنه الجايه نكون جميعا على جبل عرفات بامر الله. تعالوا بقى نقول النهارده بسم الله كده. انا اول مره اعمل معاكم اصور معاكم يعني فيديو لمشتريات وكده. يعني مش عارفه صراحه ربنا، فقلت اما اصور كده مشتريات الخضار والحاجات اللي احنا جبناها للعيد. طبعا دي مش كل اللي احنا اشتريناه طبعا اكيد، بس يعني ايه، قلت الخضار وكده نصور مع بعض. شايفين ما شاء الله احنا جبنا كده مجموعه من الخضار، كمان مش ده كل الخضار، انا كنت جايبه حاجات تانية كتير وصورتها وما صورتهاش ولا ايه، عملتها وجهزتها وعنتها على طول في الفريزر. تمام. تعالوا بقى نقول بسم الله. انا كان معانا كميه من البطاطس، انا بتاع البطاطس انا عندي هنا خضريه بيعدي من على الباب ما شاء الله، صراحه ربنا حاجته بتبقى حلوه جدا. بصوا تمام، الطماطم ديت انا جايبه ال3 كيلو ب 10 جنيه. يعني بصوا هو فيها مش جامده قوي، لكن نوعا ما هي فيها جامده كتير جدا يعني. تمام، يعني الشنطه دي كلها كده جميله وجامده. دي البطاطس ب 10 جنيه، الكيلو كان ب 10 جنيه، في عز ان البطاطس دلوقتي ب 18 جنيه وب 20 جنيه. هو كان معدي انا ب 10 جنيه، مش عارفه ازاي هم اخدنا كلنا من هنا. انا اخدت منها صراحه ربنا 5 في 5 يعني 10 جنيه. وده كان بصل، انا طبعا من عشاق البصل، انا ما اعرفش بيتي يبقى قاعد ما فيهوش بس كده اقل حاجه كده 5 كيلو بصل. انا كنت جايبه في رمضان 20 كيلو ولسه قاعد عندي كم منهم صراحه، لكن ده عدى عليا الكيلو ونص ب 10 جنيه. طبعا لقيته فرصه. شايفين انا بعرف ان البصله حلوه لما ادوس كده من فوق، بتاع من فوق كده من عند قرشها وبلاقيها ناشفه معانا كده، بعرف انها كويسه جدا. كمان هو حجمه كبير، انا ما بحبش البصل حجمه كبير، لكن هو كان بينقيه، لا قصدي مش بينقيه، يعني هو تعبيه، عشان كده كيلو ونص ب 10. بس بما اني دوست ولقيته كده جامد وجميل ومزلطه كده جامد، مش مشكله. انا كده كده بعمل البصل بتاعي في الكبه سواء كان شرايح او مكعبات. تمام. هنا بقى الفلفل الرومي، طبعا انا ما بستعملش الفلفل الرومي خالص خالص، ما بحبش الفلفل البارد ده عندنا هنا. لكن لقيت كيلو ونص ب 10، جبت كيلو ربع، ممكن اعمل بيه اي وصفه ساعه العيد. الخيار ده ما شاء الله برده نفس الراجل اللي كان معدي عليا بالبطاطس دون، ده اللي اخدت منه الخيار. الخيار دلوقتي ب 12 وب 15، صراحه ربنا عدى عليا. اخدت منه ال 2 كيلو ب 10 جنيه، يعني الكيلو ب 5 جنيه. نقيت منه رفيع جدا اللي شايفينه ده، قلت ده هعمله خليله كده ببرطمان ايه، بيقعد معانا كده. اما خللته مره وقعد معايا في التلاجة، عايزه اقول لكم ان قعد معايا اكتر من 6 شهور وكل خياريه بتقرمش زي ما هي. هنا الليمون، طبعا الليمون غالي جدا، مش فاهمه ليه، مع ان احنا مش عيد صغير ولا حاجه، ده احنا عيد كبير يعني ولا احتاج ليمون في حاجه. لكن الليمون ما لقيتش كمان غير رفيع دون، ده ب 24 جنيه، جبت النص كيلو ب 12 جنيه. تمام. ده بقى الخيار الكبير اللي انا قطته منه، ده الكبير بتاعه ما شاء الله برده حلو، خيار بلدي وجميل ما فيش ان شاء الله. بس عارفين كمان هو كده تحس انه دبلان، لكن هو بقى من امبارح من ساعه ما جبته هو في الشنطه. هنا بقى الفلفل الحامي، انا طبعا الفلفل الحامي ده ما بقطعوش من عندي، انا ما بشتريش غير بالكيلو على طول، اقل حاجه بجيبها نص كيلو لما الاقيه غالي قوي. انا كنت لسه جايبه كيلو، استعملت منه كتير طبعا استهلكته، فلقيت ده قدامي، رحت لقيت الكيلو ب 10 جنيه، رحت جايبه نص كيلو تاني، قلت مش مشكله مش هيخسر، لان انا بستعمل فلفل حامي كتير جدا جدا. طبعا انتوا عارفين ان اكلنا كله سبايسي وحامي. ده برده نفس الراجل اللي عدى عليا، جبت منه الفلفل دون الكيلو وربع ب 10 جنيه. هو برده بره غالي جدا صراحه ربنا، هو بيعدي عشان ايه، عارفني بيجي ينده. بروح جايه نازله له على طول، جايبه الحاجه اللي انا عايزاها منه ما شاء الله، قلت اعملها هريسه عشان اللي عندي خلاص خلصت. ده كان في السوق البرقوق ب 35 جنيه، انا مش فاهمه ليه صراحه ربنا، وبرده مش فاهمه ليه انا جبته. يعني مش مشكله وخلاص، انا قلت هو لسه نازل وكده، وجبت منه كيلو 35 جنيه، ويا ريت طعمه حلو مش حلو خلاص بصراحه ربنا. العنب برده ب 35 جنيه، الاغامق دون، انا بحب العنب الغامق دون، بس صراحه ربنا ما لقيتوش ابدا ابدا زي اللي كنا بنجيبه زمان، طعمه حادق محقون، مش حلو برده خالص بصراحه ربنا، بس جبتهم. انا جبت بقى هنا ورق زي ما انتم شايفين كده، جبت العلبه بتاعه الورق الفويل دين عشان خاطر طبعا الطواجن بتاعه العيد، هي ب 25 جنيه، يعني سعرها نوعا ما شغال يعني مش وحشه. هنا بقى خلاص بقى خلصنا مشتريات الخضار. انا كان عندي باميه ويكو، عملتها طبعا دي مدلة وسبتها لتاني يوم او لتالت يوم في الشنطه، لونها بيغمق طبعا وانا بحبها ولسه خضره كده. غسلتها ونشفتها، وبعد ما نشفت خالص تمام نشفتها كده، رحت قمعتها وخرطتها لاني هعملها ويكا. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا كنت جايبه العلب بتاع البسكوت الويفر دان، جايباه عشان اي حلويات او اي يعني حاجات هنعملها في العيد وكده، طبعا بتحتاج اي حاجه زي كده، كمان لزين كمان لما يجي. بس كده زي ما انتم شايفين المكرونه، انواع المكرونه ده انا بعشقه وبحبه جدا، المكرونه بتاعتها ما شاء الله حلوه جدا، لونها اصفر كده وجميل. جبت منها كده 5 اكياس. هنا دي زيت، انا عندي زيت اي نعم بتاع التومين، لكن ريحته مش تبقى حلوه بتاع عجباني، فجايبه ده اعمل كيكه اعمل اي حاجه، فقلت اما اجيبها. وجبت ربع كيلو شاي علشان ما احتاجش حاجه، وجبت نص كيلو فول، قلت عشان العيد الاسبوع بتاع العيد دون
ما فيش حد طبعا بيبقى فاتح ولا حاجه. وانا عايزه اقول لكم كل عيد بتشوق جدا ان انا اكل الفول والطعميه، لكن مش مشكله بقى، انا قلت اعمل فول. تمام. دي كل المشتروات، لا مش دي كل المشتروات، مش دي كل المشتروات، في حاجات كتير انا ما صورتهاش. انا البصل ده كنت جايبه منه كميه، جايبه منه 20 كيلو ما شاء الله يعني. طبعا ما قدرتش اطلع كله على الرخامه، صورت بس اللي شفتوه. البطاطس نفس الكلام، والطماطم ما شاء الله نفس الكلام، كنت جايبه منها 9 كيلو. البصل ده بوريه لكم كده، انا كنت مخللاه، خللته كده بس ما صورتوش معاكم وانا بخلله. شايفين ما شاء الله حلو جدا جدا. لسه ما فتحتش عليه لغايه دلوقتي صراحه، انا عاملاه بقى لي يجي 5 ايام. ساعه ما افتح عليها اوريه لكم. ودي بقى بعض المشتريات اللي احنا اشتريناها. طبعا احنا جبنا بقى الحاجات بتاع العيد، الكوبايات دي انا جايباها عشان ممكن اعمل لهم كبات كده في العيد، او حتى العصاير مش مشكله يعني. لقيتهم قلت اما اجيبهم، ما بستغناش عنهم صراحه ربنا، ايام العيد والمناسبات اي حد يبقى عندي يعني. تمام. جبت بقى، جبنا مع بعض، جبنا الممبار وجبنا الفشه وجبنا الطحال، وجبنا اللحمه وجبنا كل حاجه المطبخ صراحه ربنا. جبنا حاجه العيد، لحوم العيد اللي هي الحلويات بتاعه المذبح. هنعملها مع بعض ان شاء الله في العيد كده، واوريكم برده الفطار بتاعنا اول يوم العيد. ودي نسيت اصورها لكم، هي الوحديه دي كانت الوحديه يتيمه كده، انا بس اللي باكلها، ابني مش بياكلها، مفيش حد عندنا بياكلها غيري. فانا جبت الواحده دي، كانت اداها لي برده ب 10 جنيه، كانت 2 كيلو. هنا بقى فضيت الخضار بتاعنا زي ما انتم شايفين في المنظمات كده. وبعد ما فضيته هرص بقى الحاجه بتاعتنا كده. ودي المشتريات كلها انا بوريكم اللي انا اشتريتها، دي اللي انا عرضتها لكم بس، لكن باقي المشتريات طبعا انا ما شلتها، ما صورتهاش يعني. اللي هي اللحمه المفرومه واللحمه والفشه والكبده والطحال والكلام ده كله يعني. هبقى نعملها مع بعض بقى على القناه، دي مش لازم اصورها لكم يعني، هنعملها مع بعض كده فيديو على القناه كده واحنا بنعملها لكم ما شاء الله. وهنعمل مع بعض احلى صواني واحلى اكله كده ما شاء الله، هتعجبكم جدا جدا. استنوا الفيديو بتاع العيد دون، بتاع فطار العيد دون، ما شاء الله هيعجبكم جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم وعلينا الايام كلها بالخير يا رب. وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا. وتاني هقول لكم يا رب ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه نكون جميعا على جبل عرفات يا رب. قولوا امين، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا كده ان شاء الله يتقبل منا دعوانا وصيامنا ان شاء الله. يلا بقى اقول لكم في اخر حاجه، استودعكم الله واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ولو سمحتوا يا جماعه لايك، يا جماعه لو سمحتوا لايك ومشاركه لو الفيديو، لو سمحتوا لو عجبكم الفيديو بتاعنا، يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.